ولكن هنا بنشوف إن الكوما لما بيوصل عند الجزيرة في الأزرق الشرقي بيقعد يتفرج على تدريب لوفي السري من غير ما لوفي يعرف ويفضل مراقبه كده. وهنا لوفي قعد يتمرن مع نفسه ويتمرن على الحركة النهائية بتاعته وعمال يقول حلو، أنا بقيت قوي دلوقتي، أقدر أطلع للبحر، والحركة اللي أنا لسه عاملها دي أقدر أخليها الحركة الفينش بتاعي، لما أقابل عدو قوي أكيد هقدر أغلبه بيها. هنا كوما يقوم فاكر مع نفسه كده في مرة لما كان هنا مع دراجون، قال له يا دراجون انت عارف المنطقة هنا كويس، غريبة يعني كنت بتخش في حارات صغيرة ومناطق مش معروفة، ازاي عارف المنطقة دي كويس اكتر من اي منطقة تانية؟ قام سايبه كده قال له طب رد عليا. قال له بص لو احنا كملنا في الحوار دوت انت ممكن تخلينا اتقتل، لان مفيش حاجة في الحياة ممكن تبقى نقطة ضعف اكتر من ابناء الناس. ياه دراجون طلع عنده دم وفعلا خايف على لوفي. هنا كوما قام قايل له طيب ولا كأني سمعت حاجة ولا كأننا اتكلمنا في الموضوع دوت، انا نسيت الموضوع بالكامل. وهنا فضل يتفرج على لوفي اللي عمال يقول حلو دلوقتي لو اما بقى اعمل فرقه بتاعتي وابقى معايا قراصنه، دلوقتي لو حد فيهم اتقبض عليه بقى في خطر على طول هستخدم الضربه ديت وهزم العدو على طول مهما كان. هنا قام سمع صوت دندن موشي بتاع كوما، قام متصل قام قايل مين هنا؟ مين واقف هنا؟ قام على طول جري وراه، قام كوما مستخبي مره واحده على الله هتلاقيه يا عم زعيم الوحوش ولا حاجه، انا مستنيك. قعد يلف وراه في كل حته ويجرب الحركه دي. هنا كوما قام مستخبي وقام جاي له مكالمه، الو في طاقم قراصنه هنا المفروض ان هو موجود قريب، دمر السفينه ديت ما تسيبلهاش اثر تماما. هنا بيقوم هو رايح على سفينه من السفن يلاقي ان فيها مصابين كتير قوي وكلهم يترجوه ان هم يفضلوا كويسين، فهو يطمن عليهم ويقول لهم روحوا المستشفى، ولكن كل ده هو ما دمرش السفينه. هنا يجي له امر بنقول لك دمر السفينه، سيبك من دول دلوقتي، روح دمر السفينه مره واحده. قام هو قال خلاص يا جدعان روحوا سبقوني وانا هاجي معاكم علشان تتعالجوا. وهنا يقوم هاجي مع السفينه يقوم قايل لهم دلوقتي رجعوا كل حاجه خدتوها بسرعه. اول ما بيسمعوا الكلام دوت يقوموا قايلين خلاص خلاص ده برسلوم كوما، رجعوا الحاجه دي على طول. هنا في اخر النهار يقوم كاتب رساله جديده لبوني يقول لها انت في البحر ده هتقابلي حاجات عمرك متخيلها من جمالها، وانا عارف اني باكد ده كتير ولكن انا بحبك يا بوني دايما وبحبك حب كبير. ولكن عند بوني المفروض ان هنا عمال ابص في الصندوق بتاع الرسايل، الله عمال ابص ما فيش رسايل بتجيلي خالص، هو في ايه؟ فست تقول لها يا ستي عادي لغايه هو قال لك هيبعت لك رسائل فهو اكيد هيبعت لك النهارده بكره في اي وقت. وفعلا في الوقت ده بيوصل فعلا الرساله بتاعته. ولكن هنا البت بتاعت السي بي المفروض ان هي بتقوم واخداها وداخله جوه يلا يا بوني، ولكن قبل ما بتخش بتقوم مديه الجواب لواحد يخبيه وتقوم مديها الجورنال ده يخش، فتقول يا الله رساله، تقوم ايه لا دي مش رساله دي جورنال بس، تقوم متضايقه طب هو ما بعتليش رسايل ليه طيب؟ هنا تقوم البت بتاعت السي بي تقوم واخده الرساله وتقوم مدخلها جوه، قالت رساله ورا رساله، كل دي رسايل ايه يا عم؟ عندك كلام قد ايه تقوله يا عم؟ في ايه؟ وايه لابون يا عم؟ هديني قطعت الرساله مفيش رسايل خالص، ايه يا عم في ايه؟ فهنا بوني قاعده طبعا طب هو ما بعتليش ليه؟ قامت قايله للراجل كده ما تيجي تتمرن، قامت بقت ضخمه كده ومسكت فيه قعدت تضربه. هنا وهي راجعه لها تاني علشان تديها الدواء بتخبط، قامت ست العجوزه قالت لها خلي بالك خلي بالك هنا الست هتجيك على طول، ارجع تاني لوضعك الطبيعي. هنا اول ما تفتح الباب تشوف كده بوني وهي حجمها كبير تقوم متفاجئه، ولكن بعد كده تتكلم مع الست العجوزه تقوم بصت تاني تلاقي ان بوني في حجمها الطبيعي. يا الله هو انا كان بيتهيألي طيب؟ اكيد بيتهيألي لا في حاجه غريبه، انا حاسس اني شفت بوني كانها كبيره، فتديها الدواء بتاعها. ولكن هنا على الناحيه التانيه بتشوف ان ستوسي بتروح عند فيجا بانك وتزوره وتلاقي ان فيجا بانك اخيرا لقى اختراع لدماغه الكبيره دي ومبسوط بيه وبيكمل اختباراته على كوما. فهنا اول ما تشوف كوما تقول له يعني ما تقلقش انت عارف ان انت سمعت يعني من الحكومه كلها ان انت المفروض هتضحي بنفسك، ولكن مين يعلم واحد بني ادم هيضحي بنفسه يكون من غير اراده ولا واحده مستنسخه هيبقى عندها اراده؟ قام فيجا بانك قال لها ما تقوليش الكلام دوت انت بني ادم عادي زينا. ستوسي كانت مستنسخه يعني ايه؟ قامت سالاه طب انت قلقان صح؟ قال مش قوي يعني. قالت له كذاب انت قلقان وخصوصا ان انت عندك حد تهتم بيه. قام فيجا بانك قال بص انا عارف ان لسه فاضل لي وقت في حدود سنه ولا حاجه، ولكن على الاقل انا هديك اقل قدر من الاراده بشكل ما هتصرف في الموضوع ده. هنا قام مطلع ورقه وقعد يكتب رساله كمان. قال له بتكتب ايه؟
قال رسالة بما إن هي خلاص عيد ميلادها التاسع قرب، فقام كاتب أنا معرفش الرسالة دي هتوصلك إمتى، ولكن تاني أنا عايز أأكد إن أنا بحبك، وأما اللي فيجا بانك أنا كده كده مش هبقى موجود معاها كتير، فعايز أكتب لها رسايل أغرقها في الحب اللي أنا حاسه تجاهها علشان ما تحسش إن هي خسرتني. ولكن في عيد ميلادها الكل بيحتفل بيها وتاكل بيتزا وفرحانة، ولكن برضه تبص في آخر الليلة على رسالة ما تلاقيش. الله، طب مش هيبعت لي رسالة؟ تفتكر كلام الست العجوزة؟ طب الله هو ما بعتليش رسالة ليه؟ هو قال لي ان هو يبعت لي رسالة، طب عيد ميلادي طيب مش هيبعت لي رسالة في عيد ميلادي؟ ولكن هنا عند الجيش الثوري في نفس التوقيت بنشوف ان دراجون بيوصلوا اخبار ان كوما ساعد الجيش الثوري تاني، فكله سمع. الله، طب وبعد كده عمل ايه؟ قالوا اول ما ساعدنا بنحول ان دي ما عبرناش، سابنا ومشى من غير ما يتكلم. قالوا خلاص لغايه هو بيعمل كده فاكيد هو عنده سبب، فبلاش تعملوا له مشاكل، هو اكيد عنده حاجه جديده لدرجه ان هو فعلا يخبيها علينا. ولكن بعد فتره المفروض ان بوني خلاص اخيرا ما عادش في وشها حاجه واتعالجت اخيرا، قعدت تبقى مبسوطه وفرحانه، حلو انا هطلع اخيرا بقى وانبسط. قامت ست جايه تقول لها رايحه فين؟ انا مسؤوله عنك هنا لحد ما يبقى عندك 9 سنين، على الاقل 6 شهور كمان، مفيش الكلام ده. الله ليه طيب ما بقيت كويسه؟ بيت انا واخده امر ان احنا ده اللي هيحصل. قالت لا مش امر، فيجا بانك قال لي سنه واحده بس وهبقى كويسه، وانا قعدت اكتر من كده، ليه ايه اللي يخليني افضل قاعده كمان 6 شهور؟ ماليش دعوه. قامت ماسكاها من ايديها جامد كده، بيت اسمع الكلام، قلت ما فيش حد هيطلع من هنا، خليك ارجع تاني مكانك. فقامت ايديها مزرقه وقعدت تعيط كده، فقامت العجوزه تقول لها بصي انا عرفت معلومه، الست اللي بره دي من السي بي زيرو، فالصراحه انت ممكن تشوف لك حل بقى. طب انت عرفت منين؟ غالبا قفشتها وهي سكرانه، بس هي ما تعرفش ان انا لسه عارف. طب كده ما فيش امل خلاص؟ لا في امل. خدت اي دي، وطبعا انت عارفه هتعملي ايه. هنا تاني يوم الصبحيه المفروض ان هي الست دي وهي واقفه بتلاقي ان الست العجوزه بتعدي من جنبها اللي هي بوني مكبره نفسها. قالت لها ايه ده انت رايحه فين؟ ماشيه خلاص كده؟ قالت رايحه عند القصر الملكي خلاص. قالت لها خلاص اتفضلي خلي بالك من نفسك. ولكن هنا بوني وهي عجوزه لما عدت احجمت بشكل الهواء والشمس. ده الشمس؟ ده الوضع الطبيعي؟ ياه. قامت راجعه لشكلها العادي تاني وقعدت تبص كده وقامت مبسوطه قوي وقعدت تجري. هنا الكل كان مبسوط ليها ان هي اخيرا قدرت ان هي تطلع واتعالجت بمعجزه، وكانوا باعتينها لقراصنه. القراصنه دول المفروض ان هم هيقدروا ياخدوها يدوروا على كوما. اول ما وصلت للسفينه الست بتاعت السي بي قامت داخله، فين بوني؟ البنت راحت فين؟ ايه اللي بيحصل هنا؟ انا مش شايفه ست العجوزه؟ هو انا لسه مش شايفاكي من شويه؟ انت ازاي قاعده هنا؟ ايه الله انا بوني؟ لا احنا هنستعبط، ايه هو اللي انت بوني؟ هنا بوني مبسوطه قوي ان هي خلاص اخيرا هتقدر ان هي تقابل ابوها. قامت البنت طالعه بس لغايه هي بقى عصت الاوامر، دلوقتي انا حر اعمل اي حاجه في حد بيعصى الاوامر بتاعتي. قامت جري على طول وهي راح تهجم وبتقول الكلام دوت، اي حد دلوقتي هيقف في طريقي او هيعصى اوامري انا ليا الحريه في اني اتعامل معاه. هنا بوي قعدت تقول انا اعمل ايه؟ لو هي مسكتني تاني تمسك ايديها تخليها تزرق تاني، لا انا مش مستحمله، ما ينفعش اعمل كده، انا اعمل ايه؟ وهي تانية تقول لها اي حد كمان ساعدك هيتعاقب زي ما انت هتتعاقبي. قعدت تعيط، ايه يا بابا؟ طب انا اعمل ايه؟ لو انت مكاني دلوقتي كنت هتعمل ايه؟ قعدت تعيط كده افتكرت كلام ابوها لما سالته قبل كده هو نيكا ده شكله ازاي؟ قالت بصي محدش يعرف، ولكن نيكا. هنا على طول قامت مكبره نفسها وقامت نطه، قالت تشوه الزمن. قامت مكبره ايديها، اول ما كبرت ايديها قالت ايوه يبقى انا شفتك صح، هو كان انت اللي كنت مكبره نفسك. هنا بنرجع تاني نكمل كلام كوما اللي قال لها نيكا. نيكا واحد كل اللي نعرفه عنه ان هو جسمه مطاطي بيحارب ويعمل اللي يتخيله ايا كان. هنا بالنسخه المشوهه ديت قامت مكبره ايديها وقامت ضربها بالبوكس مطيراها منزلاها في البحر مره واحده. وهنا قامت مبسوطه قوي ان هي قدرت تقضي عليها وجات لها الفرصه ان هي تهرب. ومن هنا تم اعتبار بوني بالسفينه اللي هتطلع دلوقتي بعدين ان هي واحده من الجيل الاسوأ من القراصنه. وبس على كده الفيديو بينتهي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه، وسلام.